عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ هاي يا فيحاء، ازيك؟ اهلا يا رحاب، انت الحلوة والله. الانسان بيشوف يعني دواخله في الناس، الانسان بيشوف دواخله في الناس، فاللي بيشوف الجمال عشان جواه جميل، اللي بيشوف اللطافة عشان جواه لطيف، وهكذا يعني، وقس على ذلك والعكس صحيح وكله يعني. اهلا يا سجود، ازيك؟ اهلا يا ريان، كيفك؟ ان شاء الله كويسة. مرمر ازيك؟ الحمد لله وشكرا لله يا رب دايما. اهلا يا الحسناء تقريبا، ما متاكده. اهلا. اي نو يا دانيا، هيومن على فكره، دي حته مهمه جديد. القصه ما قدرت تطول، اسكتي بس، اسكتي، سيبي شنباتي ديل في حالهم. اليوغلو امن جدا 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 يا سميه، مع اي زول بغض النظر عن هو وين. شكرا 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 يا جماعه. يا سلام، دي شو اللطافه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ابتهال ازيك؟ اي ميس يو. طيب يا جماعه، اللايف ده عن كيف تعمل قروش من التليفون. اللايف ده عن كيف تعمل قروش من التليفون، كيف تعمل قروش من بيتك، كيف تعمل دخل اضافي من الانترنت. بالظبط والله يا دانيا. انا دايما على فكره بقول انه انا انسان عادي، يخطئ ويصيب، فيه الحلو وفيه الما حلو، بحاول يبقى احسن. ف it was a perfect description. توحة ازيك؟ ان شاء الله انت كويسه. امل ازيك؟ ساره، لو انت حامل او مرضع ما تستخدمي الكيرفيجر، استخدميها بعد ما تولدي. وذكرتيني والله المفروض اعمل لكم لايف يا جماعه، لانه الكيرفيجر عليها عرض رهيب شديد. كيف نحن ما قاعد نتكلم عن العرض الرهيب ده؟ اكتشفت انك بتحب الانستا اكتر من فيسبوك. دي ما حقيقه، انا بحب الفيسبوك، ممتنه للفيسبوك، لانه اول مكان ابتديت فيه شغل الفيسبوك وفتح لي ابواب كثيره، وكادي كبرت في الفيسبوك، فانا ممتنه للفيسبوك دائما وابدا. الحمد لله والشكر لله. نشوى يا دوب قدرت اقرا الاسم، الحسن نشوى، عشان تكتب اللاست نيم اول، فده بلخبطنا. المهم بلخبطنا، ملاحظين انا وراسي يعني. طيب يا جماعة، اللايف ده عن الشغل، عن كيف ممكن نعمل بزنس من التليفون، كيف ممكن نعمل بزنس اونلاين، كيف ممكن نستفيد من ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، كيف أنا ممكن أعمل قروش من غير ما أطلع قروش. أوكي؟ اللايف ده هوريكم فيه فرصة رهيبة شديدة إنكم تعملوا قروش. وبالمناسبة السعيدة، انا بحب الانستغرام اكتر والله يا منوش. انا بحب الفيسبوك والانستغرام، بحب اي حاجه بتساعدني ان انا اصل للناس يعني. ممتنه. معلش يا اخوانا، ستيلا قررت انها تغسل عندها حس. ستيلا I'm making live. رحيم I'm making live please guys. طيب يا جماعه، نبتدي. اول حاجه قبل ما ابتدي وقبل ما اقول لكم اي شيء، اعملوا شير لللايف لو سمحتوا. اعملوا شير لللايف واعملوا تاج منشن لاي زول بتعرفوه وعايز فرصه انه يعمل قروش. الفرصه اللي هقولها لكم الليله دي ما بتنفع او ما بتخدم الا المجتهدين. يعني لو انت جاي روحك هتعمل قروش وانت قاعد كده ما بتعمل اي حاجه، ما هيحصل. الفرصه اللي انا بقولها لكم دي، الشغل اللي انا هشرح لكم عنه ده يا جماعه، ما بس هيساعدكم تعملوا قروش، هيخليكم تتطوروا، هتكتسبوا مهارات كتيره، منها مهاره التواصل، منها مهاره التخاطب، منها مهاره التسويق، منها مهاره المبيعات. واذا قدرتوا تشتغلوا في الفرصه دي بصوره حقيقيه وبصوره عميقه، سهل جدا بعد شويه تطوروا من نفسكم وتكونوا اصحاب البزنس. بدل ما تكونوا مجرد مسوقين، تقدروا تكونوا اصحاب البزنس. وده بالظبط اللي حصل معي. انا بديت الشغل بتاع التجاره الالكترونيه سنه 2012. الكلام ده قبل 11 سنه. بديت شغل التجاره الالكترونيه سنه 2012. لما بديت
باني انا استثمر، اشتري وابيع. كان خيار انه انت تشتغل تجاره الكترونيه بس تسويق، ما كان في الوقت ذاك لما انا بديت حاجه شائعه او واضحه. فبديت 2012 اشتري وابيع واستخدم السوشيال ميديا بلاتفورمز، او استخدم وسائل التواصل الاجتماعي كسوق، بستخدمها كسوق. خلقت سوق الكتروني وبقيت ابيع فيه السلعه بتاعتي. 2015 ابتديت اشتغل كمسوقه وكامباسدر او وجه تسويقي لواحده من الشركات الامريكيه العالميه. الشركه دي اتاحت لي فرصه انها هي تنتج منتجات رهيبه، انا اقرا عن المنتجات، استخدم المنتجات، اكلم الناس بالمنتجات، وده مكنني من اني اكتسب مهارات لا تحصى ولا تعد، وخلاني ادخل في المجال بتاع الكوتشن، وبقيت مدربة في التسويق والماركتينج في السيلز والمبيعات. بقيت مدربة بدرب أكثر من 20,000 إنسان من خبرة زيرو. يعني أنا لما بديت مجال التسويق وبديت مجال المبيعات ده، أنا ما كان عندي خبرة. أنا زولة دارسة بايوتكنولوجي، ما عندي أي علاقة بالتسويق، ما عندي أي علاقة بالبزنس، ما عندي أي علاقة بإدارة المال، ما عندي اي علاقه باني اكون سي او اكون وات ايفر، اكون ليدر، اكون كوتش. ما في. فانا بديت من غير خبره، لكن اجتهدت وسعيت وطورت مهاراتي لغايه ما وصلت على المستوى اللي انتم شايفينه ده. فمراحلي كانت كالاتي: بديت التجاره الالكترونيه بشتري وببيع، بعد شويه دخلت في التجاره الالكترونيه بطريقه ثانيه، اني اسوق بس واخذ عموله على مبيعاتي. بعد شوية بقيت أنا صاحب الشركة، المالك والفاوندر. مالك و يعني سي او وفاوندر لشركة أمريكية عالمية، بننتج منتجات بجودة عالية وبنبيعها حول العالم. فأنا مشيت بالتدريج، أو ممكن نقول اتدرجت من مسوق لبعد شوية مسوق ومدرب، لبعد شوية مالك شركة وفاوندر. اوكي؟ فانا عايزه اقول لك انه ما في زول بيبتدي من لا خبره ويبقى مدير. ما في. عشان انت اصلا يحصل لك التمرحل ده، لازم يحصل سعي ولازم يحصل تطور في المهارات. يعني انا لو 2012 قررت افتح شركه، كانت حتكون شركه فاشله وكنت حقفل الشركه. ليه؟ لانه ما كان عندي المهارات ولا الخبره ولا المعلومات ولا الشخصيه اللي بتخليني مدير شركه. فالجميل في الشغل بتاع الماركتينج والسيلز انه بيطور من مهاراتك الشخصيه، وبيطور من شخصيتك وفهمك ووعيك، وبيجعل منك انسان احسن. فانت في اثناء ما انت بتتطور عشان تعمل قروش، بتكون بتتطور على المستوى الشخصي. فهي فرصه حقيقيا بتغير حياتك تماما اذا اخذتها بجديه. اوكي؟ طيب، فرصه العمل دي شنو؟ فرصه العمل دي شنو؟ طيب، الفرصة اللي أنا حسيت إياها أقدمها لكم مع شركة أمريكية بتصنع منتجات بتختص بالصحة والجمال. علشان تبتدي شغل مع الشركة دي ما مطلوب منك لا تدفع قروش، لا تشتري منتجات، لا تستثمر أي شيء. حرفيا الفرصة مقدمة على طبق من دايموند، ما حقول ذهب، طبق من الماس. أوكي؟ الفكرة إنك أنت بتسجل مع الشركة دي وبتبتدي تسوق لمنتجات الشركة دي. الشركة بتعمل لك رابط الكتروني، اللي هو بتعمل لك متجر الكتروني حقك انت، بيعملوا لك مجانا المتجر حقك برابط حقك. انت بتسوق، بعت كسبت، ما بعت ما حتكسب. اوكي؟ ده باختصار. مبدئيا كده الفكره واضحه. لو الفكره واضحه حطوا لي واحد في التعليقات، عشان انا شرحت كثير عن فرصه العمل وفي ناس كثيره لسه تايهه. فانا حابه اني المره دي افصل واوضح قدر المستطاع. اذا الفكره واضحه حطوا لي واحد في التعليقات، اذا ما واضحه وروني علشان اوضحها اكثر. اوكي؟ الشركه اسمها ام كي يو اس اي. بيسال ده هذا اللوجو بتاعه وراي، ام كي يو اس اي. الفكره واضحه صح؟ انك انت بتسجل مع الشركه كمسوق. الشركه بتعمل لك متجر الكتروني مجانا، ما بتدفع ولا مليم. بتبتدي تسوق للمنتجات. اذا بعت حتكسب، ما بعت ما في مكسب. واضح؟ دي الفكره باختصار. تمام؟ طيب،
عشان اسجل انا بعمل شنو؟ بتبع خطوات بسيطه. بتدخل في الموقع بتاع التسجيل او بتدخل في الموقع بتاع الشركه الرسمي. اكتبوا معايا الموقع mkayusa.com. ده الموقع الرسمي بتاع الشركه. بتفتح الموقع الرسمي بتاع الشركه، بتفتح القائمه تحت الخيارات، تحت بتلقى مكتوب لك بكم افيلييت. بتضغط على بكم افيلييت دي، بيظهر لك صفحه بيكتب لك فيها جوين ناو. بتضغط على جوين ناو وبتملى البيانات. منو بيقدر يسجل؟ اي زول 18 سنه فما فوق بيقدر يسجل. اي زول في اي مكان في العالم. اسوق وين؟ في اي مكان في العالم. الشركه بتقدر توصل لاي مكان في العالم ما عدا السودان، الصومال، يعني ما عدا بعض الدول الافريقيه وسودان، الصومال، مصر ما بيقدروا يوصلوا لهم، لكن عدا عن ذلك بيقدروا يوصلوا لاي مكان في العالم. بنخش الموقع الرسمي بتاع الشركه، بندوس القائمه، بنختار بكم افيليت، بنملى البيانات الصحيحه، البيانات الحقيقيه. بدون بعد كده الشركه بترسل لك ايميل تقول لك اكد انه انت مليت البيانات دي. بمجرد ما تملى البيانات وترسل الابلكيشن بيرسلوا لك ايميل، تخش الايميل بتاعك تاكد. بعد كده بيعملوا ريفيو للتقديم بتاعك، للطلب بتاعك، بيعملوا ريفيو اذا مليت البيانات صح، اذا مليت كل البيانات المطلوبه بيعملوا لك موافقه على انك تكون مسوق معاهم، وبيدوك رابط. الرابط ده انت بتقدر عن طريقه تسوق والناس تشتري من الرابط ده، لانه الرابط ده بيمثل المتجر الالكتروني بتاعك. الناس بيشتروا من الرابط ده طوال بيرسل. بمجرد ما زول يشتري من الرابط بيترسل لك ايميل اوتوماتيكلي انه في زول اشترى من الرابط بتاعك وانت كسبت عموله 10%. لو الزول اشترى ب $300 انت بتكسب 30. لو اشترى ب $1000 انت بتكسب $100. لو اشترى ب $2000 انت بتكسب $200. لو اشترى ب $10000 انت بتكسب $1000. يبقى المكسب بيعتمد على شنو؟ المكسب بيعتمد على مبيعاتك، على المبيعات. بعت كسبت، ما بعت ما في مكسب، باختصار وببساطه. تمام؟ طيب يا جماعه، نجي بعد كده. طب انا عشان اكسب اعمل شنو؟ عشان انا اكسب لازم اول شيء اكون مسوق بارع. يعني شو اكون مسوق بارع؟ يعني اول شيء اكون بعرف اقرا عن المنتجات، اعرف انا بسوق لشنو، اشوف التجارب النازله في الصفحه بتاعت الشركه الرسميه وانشرها، اشوف المعلومات النازله في الموقع واتعلم اكثر عن المنتجات واشارك الناس، اختار السوق، اختار النيش ماركت اللي انا حسوق له. يعني اختار السوق بتاعي. عايزه اسوق، عايزه اكون مركز مع الناس الرياضيين، عايزه اكون مركز مع الامهات، عايزه اكون مركز مع البنات، عايزه اكون مركز مع الرجال. الشركه جميع، عايزه اكون مركز مع منتجات العنايه بالاطفال، عايزه اركز على الشعر، عايزه اركز على البشره. الجميل انه الشركه عندها منتجات لاي زول، لاي فئه عمريه، لاي شخص، للرجال، للسيدات، للاطفال. فانت ممكن تختار عايز تسوق عايز تركز على شنو، او ممكن تسوق لهم كلهم وتستفيد. ممكن تسوق لمجموعات، ممكن تسوق ل الناس عندهم بزنس، ممكن تسوق لافراد. دي حاجه انت بتحددها، دي حاجه انت كمسوق بتحددها. طيب انا يا كادي ما بعرف تسويق وما اشتغلت تسويق قبل كده، اعمل شنو؟ امشي اتعلم. انا اديتك الفرصه ووريتك انك انت بتكسب بالدولار الامريكي، وريتك تعمل شنو. ما بتعرف تسوق، امشي اتعلم في فيديوهات في اليوتيوب مجانيه بيعلموا الناس كيف تسوقوا، في كورسات ممكن تشترك فيها بيعلموا الناس كيف تسوقوا. فانت مهمتك تمشي تتعلم علشان تقدر تستفيد وتكسب. وده ما يسمى بالسعي يا جماعه. والسعي نوعين، سعي جسدي وسعي روحي او سعي نفسي. السعي النفسي ده يشمل اكتساب المهارات وتعلم اكتساب الخبره وتعلم المهارات. فانت لازم يحصل سعي في حياتك عشان تنجح. يعني انا اول ما بديت اشتغل كمسوقه ما كنت بعرف اسوق زي ما حسي انا بعرف اسوق. الحاجه دي بتيجي مع الممارسه ومع التعلم والسعي للاحسان. فانا علشان استفيد من الخدمه دي او استفيد من الفرصه دي اني اكون مسوق مع شركه امريكيه عالميه ويدفع لي بالدولار مقابل مبيعاتي، لازم ابتدي اعرف اعمل مبيعات، اقرا عن السيلز، اقرا عن الماركتينج، اشوف الناس اللي بيسوقوا للشركه بيسوقوا كيف. انتوا لو قعدتوا تحضروا لايفاتي بتاعت التسويق يوميا حتعرفوا تسوقوا كيف، لانه دي مدرسه مجانيه. فدي الطريقه بتاعت التسويق. ممكن تشتغل الشغل ده فول تايم، تملى به زمنك كله،
وانا بوعدك لو انت اشتغلت الشغل ده من ما تصبح لغايه ما تمسي، مستحيل مستحيل، اسمعوا كلامي والله العظيم، مستحيل في الشهر تدخلوا اقل من 1000 دولار. مستحيل مستحيل. اوكي؟ لو عملتوه جزجزه وتبيعوا وقت ما عندكم مزاج، هيدخل لكم جزجزه. اوكي؟ حسب المجهود والزمن اللي انت بتخطه في الشغل، حسب المكسب اللي انت بتطلع به، لانه الشغل بيعتمد على مجهودك ومبيعاتك. اوكي؟ لو انت بتسوق في نفس المكان بنفس الطريقه وما لاقي قروش، معناه ما بتحصل مبيعات، معناه انت محتاج تغير المكان اللي انت بتسوق فيه او الطريقه اللي انت بتستخدمها للتسويق. نصيحتي للناس اللي ابتدوا معانا وما عملوا قروش، تمشوا تتعلموا اكتر عن التسويق، تتعلموا اكتر عن المبيعات علشان تقدروا تستفيدوا وتكسبوا. الحاجه الجميله انه المنتجات رهيبه شديد وبتشتغل، واذا عرفت تبيع على الزول ده هيكون كاستمر مستديم. ليه؟ لانه المنتجات رهيبه وبتدي نتيجه، فهو دايما هيكون عايز يطلب، فدايما هيطلب منك، فدايما انت هيكون عندك ريزيدوال انكم، او هيكون عندك دخل مستمر او دخل مستديم. وبشطارتك بتقدر تحافظ على زبونك، التعامل الجيد، اجابه الاسئله، طولة البال، انك تدي الكاستمر ارشادات، انك انت تعمل حاجه بالزياده، ده بيخليك تحافظ على الزبون بتاعك. فبدل ما كل يوم بتسوق وكل شهر عندك زباين مختلفين واللي انت بتجيبهم اول ما بيفضلوا معاك، لما تتعلم الكاستمر ريتنشن اسمها، اللي هي انك انت تحافظ على زبونك، هتقدر انك انت تبني قاعده كبيره من العملاء. القاعده من العملاء دي بعد مجهود بتاع سنه او سنتين ممكن يكون عندك دخل ثابت من القاعده اللي انت بنيتها دي. عرفتوا؟ دي الفكره بتاعت الشغل باختصار وببساطه. تمام؟ اذا عاوزه منتج اجربه وبعدين اسوقه، اطلب من وين بالظبط؟ ممكن تطلبي من الموقع نفسه، ممكن تعملي انت الرابط بتاعك بتاع التسويق وتشتري من رابطك حق التسويق وتكسبي عموله على الطلبيه حقتك وتجرب المنتج، بعد كده تسوقي له. فدي انا بفتكرها اذكى طريقه، انه انا اعمل الرابط واشتري منه واكسب عموله واسوق. تمام؟ ممكن تطلبي من الوكلاء، ممكن تطلب من الموقع مباشره. في ناس خدتوا لي اسئله، هشوف الاسئله واجاوب عليها. تمام؟ وبعد كده هشوف الاسئله في التعليقات. واحده بتقول عايزه الهاش هير، اطلبه من وين؟ من الموقع mkayusa.com او من الوكيل، حسب انت وين. دقيقه يا جماعه علشان عايزه اشوف الاسئله وارد عليها، بعد كده اقوم اشوف التعليقات. طولوا لي بالكم. الناس اللي بيسالوا يسجلوا من وين، تخش الموقع الرسمي mkayusa.com وتدوس على القائمه، وتحت اخر شيء بتلقى become affiliate، تضغط على become affiliate تسجل. بمجرد ما سجلت تخش الايميل تعمل تاكيد، بمجرد ما عملت تاكيد مساله بتاعت 24 ل 48 ساعه وبوافقوا على التطبيق بتاعك. شكرا يا سيزا يا ست البنات كلهم. طيب السؤال، كيف اقدر اشترك وكم الدخل اللي ممكن احصل عليه في الشهر؟ الدخل اللي ممكن تحصل عليه في الشهر بتحدديه وانتي. احسن طريقه علشان انت تكسب تحدد. انا دايره 300 دولار في الشهر، دايره 300 دولار في الشهر معناه محتاجه اعمل مبيعات ب 3000 دولار. عشان اعمل مبيعات ب 3000 دولار اشوف الشركه اللي بتسوق لشنو. مثلا عندنا الباكج العلاجي للشعر، الباكج العلاجي الواحد بسعر التخفيض مثلا بيطلع في حدود ال 350. معناه انا لو بعت باكج علاجي واحد للشعر بعمل عموله 35 دولار. اوكي؟ معناه انا محتاجه ابيع 10 باكجات بس. 10 باكجات بتعمل لي عموله 350 دولار. يعني انت من المهم تعرف انت عايز تعمل كم، وبناء على تاخد خطتك التسويقيه. وقع عليكم الكلام ده، ما تبدو بالجلبه. الزول اللي بيبدا بالجلبه ما بيصل للنتيجه. اول شيء انا احدد انا عايزه كم. عايزه اعمل 1000 دولار، معناه انا محتاجه اعمل مبيعات ب 10000 دولار. هشوف الشركه عندها شنو. مثلا عندها باكج، الباكج الواحد مثلا ب 200 دولار وانا عايزه اعمل 10000، معناها محتاجه ابيع 50 باكج. ال 50 باكج دي اقسمهم على الشهر، معناها محتاجه ابيع كل يوم زي باكجين مثلا. بعت كل يوم باكجين من ابو 200، معناها انا في اليوم عامله مبيعات ب 400 دولار، معناها انا في الشهر عامله مبيعات ب 12000 دولار، معناها عمولتي هتكون 1200 دولار. يعني انت اول شيء حدد انت عايز تعمل كم،
وبعد كده شوف شنو من الباكيجات اللي عاملاها الشركه بيجيب لك القروش دي، وبعد كده سوق على هذا الاساس. ده الشغل الصحيح. الزول بيبتدي بخد هدفه وبيعرف يصليه كيف، مش بيمشي عشوائيا. خلوا بالكم دي حاجات بتفرق بين اللي بيبيع واللي بيقعد ساكت. اول بنحدد الهدف وبعد كده بنرسم الخطه للوصول اليه. من غير هدف ما حصل لاي مكان. اوكي؟ فبتعملي كم في الشهر بيعتمد على انت عايزه تعملي كم في الشهر ومجهودك اخدتيه وقدر شنو. تمام؟ طيب المطلوب مني شنو او المفروض اعمل شنو كيف اشتغل؟ مطلوب منك تسجلي، والتسجيل مجانا، وتسوقي، والتسويق بيعتمد على مهاراتك، وتكسبي قدر مبيعاتك. طيب كيف ممكن ابدا شغل؟ ده جاوبنا عليه نفس السؤال، يعني زول تاني بس ساله. هل في ناس شغاله اونلاين تسويق من بيوتها وعايزه اعرف كيف اقدم لو في الوظائف دي؟ الشغل ده كله اونلاين، والشغل ده كله من البيوت، وفي ناس شغاله معانا وبتكسب قروش، وفي ناس مسجلين اصلا ما بيتكلموا عربي. يعني انا عندي ناس مسوقين من باكستان، اوكي؟ بيتكلموا شنو اردو ولا شنو، من باكستان، بيسوقوا وبيبيعوا لناس باكستان انا اصلا ما بعرفهم، ومن الموقع بيسوقوا لي وبياخدوا عمولاتهم، وانا دخلوني على حته ثانيه. وده السبب اللي خلينا نحن كشركه نفتح الفرصه دي، علشان انا لما افتح الفرصه دي هيجي زول من باكستان يبيع لي للباكستانيين، هيجي زول من الصين يبيع لي للصينيين، هيجي زول من الهند يبيع لي للهنود، وده هيخلينا انتشر على مستوى اكبر، وحكون انا مستفيده وهم مستفيدين. فدي اصلا الفكره اللي احنا كشركه فاتحين الحاجه دي. طيب الشغل عباره عن شنو؟ تسويق. انا مشاركه قديمه وكان عندي صفحه متفاعله والناس بتيجي تسال بس وما بتشتري، عايزه طرق جديده اجيب المشتري في السلعه. تمشي تتعلمي عن الماركتينج والسيلز. ده الكلام اللي انا حسي قلت لكم. ما تتوقعوا اني انا فاتحه لك فرصه عمل واجي اوريك تشتغلوا كيف، لانه انا ما عندي زمن. يعني انا لو كان عندي زمن للحاجه دي كنت عملتها، لكن انا زول ما عندي زمن. انا اوريدي اديتك الفرصه، اعمل الباقي انت. امشي شوف فيديوهات بتتكلم عن التسويق، فيديوهات بتتكلم عن المبيعات. طور مهاراتك يا جماعه. ما ممكن تكونوا مستنيين الزول يجي ياكلكم الحاجه في خشمكم بالمعلقه. وده سبب رئيسي اللي فشل معظم الناس في مجال الماركتينج، انه بيستنوا الزول يشتغل لهم او بيستنوا الزول يعمل لهم الحاجه. فلازم انتوا تشتغلوا، لازم انتوا تجتهدوا، لازم انتوا تسعوا علشان تقدروا تنجحوا. وبالمناسبه الشغل بتاع التسويق ما سهل، لكن اللي بيبدع فيه حيبدع في كل حياته. ما في اللي بيقدر يكون مسوق بارع ما في شيء تاني بيغلبه. اسمعوا كلامي ده كويس وخدوا حلقه في اذانكم. اللي بيعرف يكون مسوق بارع ما في شيء في الدنيا بيغلبه. وبالمناسبه التسويق والروح ونفس النجاح في اي شيء. لو انت دكتور وما بتعرف تسوق لخدماتك ما في زول حيجيك، او ما حتبدع، حتكون عادي زي العاديين. لكن اللي بيبدع هو اللي بيعرف يسوق لروحه، اللي بيبدع هو اللي بيعرف يعمل حاجه ممتازه. لو انت استاذ وما بتعرف تسوق لخدماتك ما حتبدا. عشان كده بنلقى اساتذه مشهورين شديد والناس كلها عايزه تمشي لهم، واساتذه ممكن يكونوا اشطر منهم لكن ما في زول بيعرفهم لانه ما عرف يسوق لروحه. لو انت وات ايفر انت بتعملي شنو، سواء كان خدمه او سلعه، سواء كان بتقدمي خدمه او سلعه ما بتعرفي تسوقي كويس، بغض النظر عن جمال الخدمه ولا جوده السلعه ما حتنجحي. والعكس صحيح. لو بتعرفي تسوقي كويس، لو المسوق الشاطر ممكن يبيع لك ممكن يبيع لك تراب لو عايز يبيعه، لو هو مسوق شاطر. فمهم جدا انك انت تحترف التسويق علشان تنجح في حياتك. طيب طيب يا جماعه، تقريبا الاسئله كلها متشابهه. الاسئله المتكرره ما حجاوب عليها مرتين لانه ما عندها معنى. جاوب نفس السؤال بس سألوا كذا زول مختلف. استنى اشوف الاسئله في الانستغرام وبعد كده اخليكم تمشوا وانا امشي اشوف شغلتي. بيفتح لسه، اصبروا. اين اوكي اهي. طيب ايه اسئله كتيره. هل من تركيا ممكن اشتغل؟ يس، اي زول في اي مكان في العالم بيقدر يشتغل. كادي طيب اعمل لنا دوره تدريبيه للتسويق. يس ان شاء الله بالكثير على شهر 8 حينزل كورس بتاع ماركتينج وسيلز. ما حصل وحاعمل لكم بسعر رهيب شديد عشان اي زول يقدر يشترك. بالكثير ان شاء الله بحول الله وقوته شهر 8 باذن الواحد الاحد هعمل كورس بتاع تسويق وكورس بتاع مبيعات باذن الواحد الاحد.
اذا انا ما عندي خبره في الشغل بالنت والتسويق، هل ممكن اقدر اشتغل؟ هل حتدعموني؟ توريني كيف ابدا؟ وشكرا مقدما. نو انا بعمل اللي بقدر عليه، ما بوعدك اي وعود، بعمل اللي بقدر عليه. ما حمسكك ادربك تدريب كامل، باجي بعمل لكم لايف زي ده من وقت للتاني، بدي نصائح من وقت للتاني، لكن ما بوعدك باكثر من كده. انت معناه دايره انا اشتغل لك انت عايز تشغليني انا معك، مش عايز تشتغلي انت معي، وما بينفع يا جماعه. لازم نكون ناس رياليستيك. انت داير يدعموك وداير يدوك فرصه وداير يسووا لك وداير يفعلوا لك، طب انت هتعمل شنو؟ انت هتعمل شنو؟ نبطل اتكاليه. انا اديتك فرصه بتاعت شغل ووريتك انك انت هتكسب بالدولار، وجبت لك منتجات رهيبه وبتشتغل، وقاعد اعمل كل يوم تسويق قدامك وبنزل لك تجارب. انت مهمتك شنو؟ القروش بتنزل في حسابك البنكي او في باي بال. ولو انت مثلا في بلد زي السودان ما في طريقه لحساب بنكي او باي بال، بنرسلها لك ببنكك، بنرسل لك القروش ببنكك. ودي فرصه رهيبه للناس اللي حاسه ما عارفين يعملوا شنو في السودان، للناس اللي قاعدين ما عارفين يعملوا في السودان. انت في السودان عندك انترنت، ممكن تبيع لناس في امريكا وتكسب، والقروش تصلك لغايه عندك ببنكك. طيب انا في السعوديه وما عندي علاقه في التسويق ولا عندي كميه كافيه في السوشيال ميديا، هل بقدر اشتغل معاكم؟ يس. اتعلمي عن التسويق وكبر القاعده الشرائيه بتاعتك، بيدك انك تعملي كده. يعني يا جماعه انتوا بتخطوا المشاكل. طيب اي مشكله عندها حل. ما بعرف تسويق، اتعلم عن التسويق. ما عندي متابعين كتار، ابني متابعين. ابني متابعين كيف؟ اشوف الناس كيف بيبنوا متابعين، وهكذا يعني. الا من داخل الدوله فقط. اي زول من اي مكان في العالم بيقدر يشتغل معانا ويبيع لاي زول من اي مكان في العالم. انا كمان بحبك يا منى، شكرا ليكي. طيب الطريقه للتسجيل واضحه، وتكتبي شنو؟ بيسالوكي اسمك، ايميلك، تليفونك، عنوانك، البلد اللي انت عايشه فيها، حسابك على الفيسبوك، حسابك على الانستغرام. خطوات سهله، لو ما بتعرفي انجليزي نهائي بتعرفي تعمليها. وممكن يوم احاول ان انا افتح الكمبيوتر اوريكم ليها. المتطلبات شنو؟ ما في متطلبات، بس تكون فوق ال 18 سنه وعايش قانوني. نشترك كيف؟ تخش الموقع تسجلي، طبيعه الشغل تسويق، الاختيار بيكون كيف؟ اي زول بيقدم الابلكيشن بتاعه وبيخط المعلومات المطلوبه صح بنقبله، ما في شروط. طيب في اسئله مشتركه فما حجاوب عليها. انا سجلت في الشركه، بس عندي سؤال. اللينك الموجود في صفحتي هو المفروض اللي اذا زول اشترى عن طريقه تنزل العموله صح؟ يس صح. طب انا لو جبت زبون واستفدت لما يجي يطلب المره الثانيه حيكون عرف الشركه وعرف المناديب، ويمكن يبقى يطلب منهم. يا بنت الناس الرزق ده يعني الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، الواحد فينا بيسعى، ورزقك المقسوم لك ده ما في زول بيشيله. فدي منتاليتي فقيره، دي عقليه فقيره، ما تفكري بالطريقه دي. اسعي واجتهدي ورزقك المكتوب لك حتشيليه، لو في بطن الحوت حتشيليه. ممكن زول من مصر يشتغل عادي؟ يس، اي زول من اي مكان في العالم. الشغل اونلاين ولا كيف؟ يس اونلاين. مثلا لو زول في الخليج استخدم الرابط حقه وطلب من الموقع، رسوم الشحن حتكون كثيره صح؟ وبكده حيفضل يطلب من الوكيل. في ناس كثيره في الخليج بتطلب من الموقع، في ناس كثيره في الخليج بتطلب من الوكيل. دي اختيارات شخصيه بيحددها الكاستمر. انا ما عارفه انتوا اللي بتخطوا المشاكل قبل ما تبتدوا. يعني انت ابتدي واسعى. في ناس حيطلبوا من الموقع، في ناس حيطلبوا من الوكيل، في ناس ما بيحبوا يتعاملوا مع الوكيل، بفضلوا انه يطلبوا من الموقع. انا واحده من الناس لما اشتري حاجه بحب اطلبها من الموقع الام بتاع الشركه، ما بحب اطلب من الوكلاء او الوسطاء. فالناس مختلفه، في ناس تانيين ما بيحبوا نهائي الاونلاين ده، بيحبوا يشتروا من زول قدامهم كده. فالبشر مختلفين، عشان كده الفرص كتيره، واي زول عنده نصيب يا جماعه، اي زول عنده نصيب. بعد نجيب الزبون كيف مطلوب؟ لو في بلد فيها وكيل يا عزيزتي، الكاستمر بتديه الموقع بتاعك، بيطلب من الموقع. لو حيطلب من الوكيل ما في عمولة ليكي، لأنه حيتعامل مع الوكيل مباشرة. أنا سجلت من أول يوم فتحته، بس للآن حركة مرور بس من غير مبيعات. محتاجة تغيري مكان التسويق وطريقة التسويق. محتاجة تغيري مكان ما بتسوقي والطريقة اللي بتسوقي بيها.
الاثنين ديل يا جماعه. العالم فيه اكثر من 7 بليون، تمينا 8 بليون صح؟ 7 بليون انسان. انتوا فاهمين الوفره؟ فاهمين الوفره؟ هل بضطر اشتري منتجات او ادفع قروش عشان اسجل في الشغل؟ لا. لا بتضطر تشتري منتجات، لا بتدفع رسوم للتسجيل، لا في رسوم بتدفع، لا في منتجات انت لازم تشتريها، الا اذا براك عايز تشتري وتبيع ده اختيارك. انا زمان اول ما بديت الشغل بتاع التجاره الالكترونيه اخترت اني اشتري وابيع عشان بكسب اكتر، لانه بقدر اشيل من الشركه بسعر الجمله، ببيع بسعر القطاعي، بكسب اكتر من 10%، بكسب قريب ال 40%. فده خيار متاح لكن ما الزام. اذا عايز اشتري بسعر الجمله وابيع بسعر القطاعي واكسب اكتر من 30% ممكن. اذا ما عندي راس مال وما عندي قروش بسوق وبستخدم الرابط وباخد عمولات 10%. الموقع قولي معاي mkayusa.com. لو دخلت صفحتي هتلقوها اجي mkusa.com ده الموقع. طيب بسأل من التوصيل من الموقع هل بيشمل دول شمال افريقيا تونس والجزائر والمغرب؟ بنوصل لاي زول في اي مكان. عندنا زباين طلبوا مننا قبل كده من المغرب، بس الحاجه اللي لاحظتها انه التوصيل للمغرب وليبيا والجزائر اعلى من اسمها شيبان شوب. شيبان شوب دي شركه انت بتسجل معاهم، بتدفع رسوم شهريه، بيعملوا لك صندوق بريد هنا جوا امريكا، وبعد كده بيشيلوا الطلبيات كلها بيشحنوها لك بسعر رخيص شديد. يعني لو انت عندك حساب في شيبان شوب بتدفع الشحن داخلي حق امريكا، ما بتدفع شحن خارجي. ففي خيارات كثيره وفي وسائل كثيره وفي طرق كثيره وفي تسهيلات كثيره، ما عليك الا انك انت تسعى. يعني مثلا انا حاسه جاتني فكره وانا بتكلم معاكم حشاركها لكم، ممكن زول تساعده. مثلا انا عايشه في المغرب وعارفه انه في ناس كثير عايزه المنتجات دي، لكن مثلا بيوقفهم الشحن، بقوم انا بعمل حساب بتاع شيبان شوب، بقول لهم لما تشتروا اشحنوا على الحساب ده، كده بكون سهلت على الزباين ووريتهم وضمنت لهم طريقه توصيل سهله، وضمنتهم انهم ما حيشتروا من اي زول الا انا، لانه انا اللي جايبه لهم الحساب السهل بتاع الشحن. فهمتوا؟ فانت ممكن تشغل راسك، شغل افكارك واستفيد. انا اديتك الفكره او اديتك الفرصه، انت بعد كده يلا افكر اسعى كيف ممكن استفيد. يا جماعه انا من شغل التسويق ده اقسم بالله العلي العظيم، يشهد الله على قعدتي دي وكلامي ده، من شغل تسويق منتجات ما حقتي، شغل تسويق زي حسب اشرح لكم ده. عملت 3 كيلو ذهب، 3 كيلو ذهب. اوكي طبعا ما عملتهم بين يوم وليله، وما عملتهم اول ما بدأت تسويق كانت ماشيه بالقطاره. لما بديت اكتسب المهارات وافكر بره الصندوق واسعى بطريقه مختلفه، ما شاء الله تبارك الله لا قوه الا بالله، عملت 3 كيلو ذهب. فالمساله بتحتاج مجهود، بتحتاج سعي، بتحتاج تطوير مستمر وتعلم مستمر، لكن القصه بتعمل قروش. التسويق بيعمل قروش، اللي بيحاول يقنع بغير كده بليد. ومعظم الناس ما بيحبوا شغل التسويق، لانه الشغل بتاع الناس اللي بجد مجتهدين. الناس اللي بيحبوا يترمتلوا ويترقدوا وما عايزين يشتغلوا، عايزينها بالبارده، ما بينفعوا يشتغلوا تسويق. وعشان كده التسويق ما بينجح فيه الا القليل، لانه شغل بيتطلب صبر وبيتطلب سعي مستمر وبيتطلب تطوير مستمر، والناس لا دار تسعى، لا دار تجتهد، لا دار تتطور. يلا يا جماعه يلا. انا حمشي بعد كده خلاص، انا كده تقريبا جاوبت على كل الاسئله. بتمنى لكم التوفيق. اذا ابتديتوا الشغل واجتهدتوا وسعيتوا باستمرار بالصدق حتنجحوا. داير صبر بالظبط كده، ما بس صبر سعي، داير صبر مع السعي المستمر للاحسان، وليد تخش الموقع شوفها mkayusa.com. خلونا اكتب لكم الموقع في الفيسبوك والانستجرام وثبته بعد كده امشي. mkayusa.com. بتخشوا الموقع بتختاروا القائمة mkayusa.com، بتخشوا الموقع بتختاروا القائمة وبتسجلوا. صبر ومجهود بالضبط وسعي مستمر للإحسان. لو ما طوالي بقيت في حالتين نقدر تبقى أحسن وقدر تتطور
وبتشوف الجديد وتواكب وتتعلم وتقرا وتخش وتمرق وكده ما تنجح. mkayusa.com. خطيت لكم الموقع في الفيسبوك، خطيته لكم في الانستغرام. اوكي ابتدوا. انا شايفين حاسه عندي في الفيسبوك قريبه 600,000 متابع، عندي في الانستغرام 165,000 متابع. الريتش بتاع فيديوهاتي في الشهر الواحد بيفوت ال 15 مليون. ده الريتش بتاعنا. قادرين نصل لكميه كبيره من الناس. قايلين لي بدأت من وين؟ بدأت من متابع واحد، او الاصح للامانه عشان اكون صادقه بدأت ب10 متابعين، اخواتي وماما وبابا. اخواتي وماما وبابا. ف حاسه قدامكم المتابعين ديل ما جو بين يوم وليله. وبالمناسبه ما استرخصت وما استسهلت، يعني في طرق رخيصه انك انت تكسب متابعين سريع وكثير، لكن انا ما استرخصت وما استسهلت. وما بس كده، ممكن يكون عندي قائمه اكبر بلوك في العالم. يعني انا لو ما ببلك الناس كنا وصلنا المليون زمان، لكن انا اي زول ما سابح في نفس التيار بتاعي بعمل له بلوك، اي زول ما عنده اخلاق بعمل له بلوك. انا من اول المتابعين. يا سلام، اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو. بالمناسبه اكتبوا لي بديتوا تتابعوني 200. انا دايما بحب اعرف الحاجه دي. اي زول بيحضر اللايف او حيجي بعدين يحضر اللايف يكتب لي هو بتابعني بدا متابعتي من 200. سعي مستمر للاحسان يعني شو؟ يعني دائما تكوني عايز تبقي احسن، عايز تبقي احسن، عايز تتطوري، عايز تعرفي احسن، اجد الطرق للتسويق، اجد المهارات في التسويق. سعي مستمر انك تبقي احسن. ان الله يحب المحسنين. يلا يا جماعه، الناس الانستغرام لو حتكتبوا لي متابعيني من 200 اكتبوا بعد ما اللايف ده ينتهي وينزل في الصفحه. ليه؟ علشان التعليقات بتتمسح مع اللايف، فلما ننزل في الصفحه اكتبوا لي بديتوا تتابعوني لكم كم سنه او من سنه كم بديتوا متابعتي. يا سلام، رو من 2016 اخدتي. يعني انا بديت 2012 نهايه 2012، ف انت من الناس القديمه. يلا يا جماعه، خليكم في امان الله. بتمنى لكم التوفيق، استفيدوا من الاوبورتونيتي دي. اجتهدوا، اسعوا، وكل ما انت سعيت واجتهدت كل ما كان جزاءك قدر سعيك، واحيانا اكثر بشويه لانه ربنا كريم. اجتهد واسعى وما تتوقف، وما تسمع للمحبطين، ما تسمع للفاشلين، ما تسمع للما منجزين. اضنينك ديل ميك شور انه هو بيخش هنا ما يفيدك وينفعك. اي زول بيخلي طاقتك منخفضه، بيديك يأس بدل امل. اي زول فاشل في حياته، اي زول ما واصل لنتائج انت عايزها، ما تسمع له وما تشتغل به وما تجي جنبه. كرس زمنك ومجهودك كله في انك انت تبقى احسن. اشتغل على نفسك شديد. صدقوني اللي بيكسب في الدنيا دي هو اللي بيشتغل على نفسه، وما بيكسب في الدنيا بس، بيكسب دنيا واخره. المركز مع نفسه بيكسب في الدنيا والاخره. اوكي، يلا السلام عليكم يا جماعه، اشوفكم بكره ان شاء الله. مع السلامه، باي باي، love you guys, باي.